اليوم باش نحضر مع بعضنا ساندويتش البانيني يجي هبل بالبنة. باش نعطيكم طريقة الخبز تاع البانيني سهلة ماهلة. خديت 300 جرام فرينة، 5 جرامات خميرة، مغرفة سكر ومغرفة صغيرة ملح. وباش نزيد الماء الدافي نلم به العجينة تكون متماسكة وما تكونش طرية برشا. ونزيدها 20 جرام زبدة طرية ونعجنها مليح مليح. نجموا تعجنوها بيديكم والا تعجنوها في الماكينه. بعد ما عجنت العجينه متاعي حطيتها في نفس الصحفه، دهنتها بشويه زيت ونغطيها ونخليها ترتاح لين يضاعف الحجم متاعها. ساندويتش اليوم باش نعمله بالدجاج. فوحت الدجاج رايب، ملح، كركم، وفاح متاع الدجاج، شويه كليل وشويه ثوم مرحي، ونحط نغلفه في الفرينه ملحتها وحطيت فيها الفلفل اكحل، ومن بعد نغطسها في الماء ونعاود نرجعها للفرينه باش تتغلف بالكدا بالفرينه. وبعد تطيبوها في الزيت والا تحطوها في الاير فراير ويجيكم الدجاج كريسبي يعمل الكيف. وتوا نرجع للعجينه بعد ما خمرت باش نقسمها لخمسة، تنجموا تقسموها حتى لستة كعابر. ونبدا نشكل في الخبيزات، كل كعبوره نحلها على شكل اوفال ونشكلوها على شكل الباجيت. نطوي العجينه متاعنا على 2 ونضغطوا عليها بالكدا، نسكروها من الجناب باش ما تحللناش وهي تطيب. نحطوا الخبيزات في طبق مغلف بالبابي كويسون، نغطيهم ونخليهم يرتاحوا ربع ساعه باش يزيد يخمروا مره ثانيه. بعد ما يخمروا باش ندهنوهم ولا نرشوهم بشويه ماء وندخلوهم يطيبوا على فور مسخن على 160 درجة وإلا 150 درجة مدة 25 دقيقة. يكون يشعل من لوطة كهو. وتحطوا الطبق في الرف الوسطاني وتبقى عينين عليه. ما لازموش الخبز يحمر، لازمه يبقى أبيض كما تشوفوا فيه، يكون طيب من داخل وأبيض من برا. توا باش نعمل الفارس، حطيت مايونيز وهريسه. وباش نحط الدجاج والجبن نحطه في الماكينه متاع البانيني ولا تنجموا تحطوه في المقله، تحمروه بالقدام من جهتين ومن بعد تكملوا تزيدوه الخس، طماطم، الخيار اللي تحبوا. هكا تتحصلوا على ساندويتش البانيني يهبل بالبناء. صحه وبالشفاء.